يا بنتي يا نجية اسمعي كلامي، يا بنتي انت كده هتخسري ابنك خالص وهتقدمي لهم ابنك يعني على طبق من فضة. ما انت عارفة يا حسنية انني مش عايزة الجوازة دي. يعني اهو كله دي بسبب البت صفية دي، ولا مش بسبب صفية؟ ايه الله يسامحك يا حسنين. يما وانا مالي كل شوية كده تشيليني انا الذنب ليه؟ انا ما عملتش حاجة. انا ايش دخلني يعني ان حسنين سابني قبل الفرح على طول؟ خلاص يا بنتي يا صفية، خلاص ما تزعليش، انت مالكيش ذنب في حاجة. انا مش عارفة امك على طولك دي ايه مشايلك الذنب ليه؟ بص هقول لك حاجة يا حسنية، ايه اللي حصل حصل، بس احنا لازم نلم الموضوع وبنتي لازم تتستر. وانا قلت حاجة يما؟ قلت هتتجوزي قلت لك حاضر، اتجوزي على قلت لك حاضر. انا عملت حاجة؟ امك ما تقصدش يا صفية، امك تقصد بس ان هي خايفة عليكي مش اكتر، بس مش بالطريقة اللي امك بتعملها دي. امال بأنهي طريقة يا عمتي؟ على طول كده، على طول مشيلاني الذنب. انا ما عملتش حاجة ده كله. حقك عليا يا صفية، من حوجة قلب عليكي يا بنتي، عايزة اطمن عليكي. انت لو واحدة وعايزة تطمن على بنتها ما تسيبش حق بنتها يعني يضيعك دي وعلى طول ساكتة وبتهودي في حق بنتك، لا مش بالطريقة دي. امال بأنهي طريقة يا ما حموكش؟ اعذروني يا ولاد، اللي يده في المية مش زي اللي يده في النار، ودي برضه بنتي. ما قلناش حاجة، بس برضه ما تهوديش في حق بنتك على طولك دي كأنها عاملة. لا إله إلا الله، فيه إيه مالك يا نجي؟ ده أنا طول عمري بقول عليك إن أنت ناصحة وعاقلة. سلام عليكم، ازيك يا بنتي يا صفية؟ مالك يا بنتك دي، مالك مكشرة؟ ازيك يا أما؟ ايه يا عمتي عملتوا ايه هناك؟ الحمد لله يا بنت الموضوع اتقضى. طب يا عمتي الحمد لله. امال مالها البت صفية كده يعني ايه مكشرة ليه؟ حد يعني ان يعني حماته توافق ان هو هيكمل تعليمه ويفضل يعمل كده؟ اصلك يا بنت ما شفتيش حماتها كانت بتكلمنا بالعين والحاجب بالذات وكلكم، واحمد اخوكي اللي طالع عليه قولت حاجه واحده، حاضر ماشي حاضر اللي تشوفيه. يا اختي نقطوني هناك. أنا مش فاهمة حاجة يا عمتي، إيه اللي حصل وإيه الكلام اللي أمي بتتكلم فيه دي؟ لا ده أنت عايزة قاعدة بقى. لا يا بنت هو انت لسه هتقعدي؟ احنا عايزين نخلص الحاجه اللي علينا في الدار وبعد كده نبقى نحكي ونتحاكى، ايه المهم ان الموضوع اتقضى وخلاص. يلا يا بنتي يا صفيه خلينا نروح. في ايه يا نجيه مالك؟ احنا لسه يا دوبك هنحط لقمه وناكله ولسه كمان هنتكلم. ما انا كمان وراي حاجات والله، الله يعينكم شوف المشغولات اللي وراكم. لا والله ما انت ماشيه غير ما تاكلي معانا لقمه. مرة تانية يا ام حموكش والله ورايا حاجات كتير في الدار هناك. يلا سلام عليكم. يما ما تقعدي شوي، احنا لسه ما حكيناش فيها ايه يعني، هنعمل لقمة كده على طول واقعد افهم منكم ايه اللي حصل هناك. يا اختي بتعالي اقعدي معايا شوية مع اختك وبعد كده هبقى اقول لك على كل حاجة. يلا سلام عليكم. اقعدي معايا انت يا بنتي يا صفية. مش هينفع والله. بصي انا لما اروح يعني هكلمك في التليفون. يلا سلام عليكم. وهي عمتي انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، انا والله العظيم الفجر لعب في عبي. يا بنت هبقى احكي لك على كل حاجه، بس تعالي بس نخلص الوكل والحاجات دي ونقعد ناكل لقمه وانا هقول لكم على كل حاجه انت واختك. خلاص ماشي يا عمتي، تعالي واحنا واقفين في المطبخ دي تحكي لي. ايه دي هي يما مشيت؟ ايوه يا ولاء ماشي. ايه يا بنت الملوخيه اللي في يدك دي؟ ده ملوخية يا عمتي، أنا حسيت يعني إنني الصراحة إن نفسي رايحة على ملوخية، طلعت اشتريت وجيت، بس أمك مشيت على طول يعني يا دعاء. ربنا يستر يا ولاء، ونفسك رايحة على الملوخية؟ يا بنت ده العيال لسه صغيرين. لا يا عمتي لا مش اللي في دماغك، لا أنا مش حامل. حامل إيه؟ ليه هو أنا جرنبة ولا إيه؟ حاجة تبقى مصيبة يا بنت العيال لسه صغيرين. هم يضحك وهم يبكي. هو ايه اللي يضحك وايه اللي يبكي؟ اما تتكلموا فيه ايه؟ هاني عارفة يا اختي اسألي عمتك، من الصبح عمال اسأل فيهم اما حدش راضي يرد عليا في حاجة. وهي عمتي اما تتكلمي. انا مش عارفة انتوا قلقانين ليه، هو انتوا يعني اول مرة تعرفوا ام علاء؟ ما فيش قالك كلمتين كده. تعالوا جوا واحنا بنعمل الوكل في المطبخ وبنقطف الملوخية دي هقول لكم على كل اللي حصل. شكلها كده ام علاء دي مش هتبطل غير اما اروح لها. انا مش عارفه الصراحه امك ماسكه فيها ليه، اما يعني العرسان على قفا من يشيل. يا بنت اصبري على طول مستعجله دي، اما نشوف اللي حصل ما جاي يزمك يعني ايه مكبره الموضوع ما فيش حاجه حصلت. ماشي يا اختي خلينا نسمع الاول من عمتك. يلا يا عمتي يا ادينا قاعدين بتغطي في الملوخيه، يلا قولي لنا بقى ايه اللي حصل وما تخبيش عليا حاجه يا عمتي. وانا هخبي عليكي ليه يا بت ضغطي؟ ما فيش،
كل الحكاية وما فيه إن أم علاء يعني طلبت حبة طلباتك دي مش لادين على أمك. طلبت ايه يعني يا عمتي؟ اما تفهميني. بص يا ست، أول حاجة يا أختي طلبت إن هي ممكن تغير ألوان الشقة، وانت عارفة أمك يعني صارفة ومكلفة في الشقة، ما عجبهاش الكلام. ايه الحاجة؟ ما هو لازم امي تزعل، ده امي جايبة واحد مخصوص عامل لها الالوان بتاعت الشقة، تيجي ام علاء تتكلم عليه. يا بنت اصبري اما نفهم الموضوع للاخر. وايه تاني يا عمتي؟ اشجيني يعني، خلينا نشوف للاخر، جايز امي يعني مكبرة الموضوع ولا حاجة. وبعد كده قالت إحنا عايزين كمان يغيروا لون السيراميك، وكمان دخلت كمان على الحمام والمطبخ والبانيو. يعني أنا الصراحة الموضوع برضو مش لادد علي، بس برضو الموضوع ما يتاخدش كفش كده. اما انت عارفة ان اخوك احمد عاوز يعني فاطمة من زمان. الصراحة يا عمتي أنا مش فاهمة، يعني أحمد خلاص ما فيش غير فاطمة؟ ده احنا أساسا مش طايقينها إن هي تبقى حماة أختي، هتبقى حماة أخويا كمان. إما هو موضوع يزعل برضه يا عمتي. وإيه كمان يا عمتي؟ أنت بتقولي يعني إن أمي زعلانة من أحمد أخوي، ليه؟ هو عمل إيه؟ ما فيش يا بنتك من احمد اخوكي عمال يقول يعني لام فاطمة حاضر وماشي واللي انت عايزاه، وكمان ام فاطمة دي ست جروبة. جروبة إزاي يا عمتي؟ انا هقول لك جروبة ازاي. كل ما اخوكي يتكلموا يعني عشان يغير النجاشي تقول له خسارة في فاطمة، يغير السيراميك تقول له خسارة في فاطمة. يعني دخلاله من الحتة دي منها عارفة ان احمد رايد فاطمة من زمان. أنا من ساعة ما شفت الست دي وأني الصراحة مش نزلاني من زور. يعني يا عيني عليكي يما، تلاقيها يا عيني كان هتتنقط. هي امك يا بنتي كانت هتنقط وبس، ده امك ده انا كنت حاسه ان هيجرالها حاجه. يلا ربنا يقدم اللي فيه الخير. واتفقتوا على ايه في موضوع صفية يعني والسنتين بتاعت الجامعة؟ ما فيش، بس هي يعني كانت بصر التكاليف بتاعت السنتين بتاعت الجامعه، قالت ماشي اخليها تكمله، بس يعني التكاليف بتاعت المصاريف بتاعت الجامعه ابوك اللي يدفعهم. يا ستي سهلة، أبويا يبقى يكملها لها. وهتخليها كل يوم تروح الجامعة؟ لا يا بنتي ما هتاخدها يعني السنتين دول منزلي، قالت هي دي هو دي شرطها. الحاجة يا ولاء. يلا، والبت صفية رأيها ايه؟ صفية يا عيني إلا بترد ولا بتصد، هتعمل ايه؟ أمك على طول مشيلها الذنب إن يعني حسنين سابها ومشي. أنا مش عارفة الصراحة أمك ليه بتعمل ليه كده. بصراحة يا عمتي أنا زعلانة جو والله على البت صفية دي غلبانة، يا عيني لا ليها في الطار ولا في الطحين، هتروح فين هي بس في الست أم علاء دي؟ اه والله يا بنت عندك حق، البت صفية غلبانة والله. بصوا ربنا يتولاها. ما قلت ليش أمال فين البت نواه؟ اهي تحت يا عمتي بتعمل الرز يعني. بس يعني قوليلي يا عمتي، اتفقتوا بقى على الشبكة قديش؟ قال يا أختي عايزة 50,000. يا خرابي، 50,000 يا عمتي؟ وأحمد أخويا هيجيبها منين دي كله؟ وبعدين ده شكلها يعني داخلة على طمع. لا يا بنت مش على طمع ولا حاجة، بس هي يعني عايزة تدفع أخوكي دم قلبه علشان يعني يفضل صاين بنتها. برضو مش للدرجة دي يا عمتي، 50,000 ايه؟ هو الأيام اللي احنا فيها دي حد بيجيب دهب ب50,000؟ اه والله يا ولاء عندك حق، مش أمي الغلبانة رايحة تطلب 30,000 دهب للبت صفية، ومن هنا لهنا نزلوها ل20,000. أنا اللي شايفاهم علاء معززة بنتها وعارفة قيمة بنتها، مش عاملة زي أمك عاملة أكن البت صفية عاملة اسكتي. يلا خلينا نقطف الملوخية دي. يا عيني عليكي يا صفية، ربنا يتولاكي يا أختي. يا عيني عليها ليه يا أختي؟ أمك اللي عاملة فيها كل دي، فيها إيه يعني لما كانت تقعد سنة ولا سنتين تاني؟ قال أمك تقولك أصل مش هيجيلها عريس، هي ضمنة الغايب. اه والله يا بنتي عندك حق. بقولك إيه يا مرات عمي، ما شاء الله انتوا التلاتة عمالين تعملوا في ملوخية وتقطفوه، وأني سايبني محتاسة تحت في المطبخ لوحدي. يا بنت ما فيش، مش قاعدين كلنا يعني بنقطف في الملوخية. انا كنت بحكي لهم يعني على اللي حصل عند اللي اسمها ام علاء دي، ونازله لك يا اختي كنت لسه بسأل عليكي سلايفك. لا يا مرات عمي والله كتر خيرك ان انت سألتي علي، كنت جيتي ووقفتي معايا تحت كده زي ما انت واقفة معاهم هنا في المطبخ. قصر يا نوال يا بنت، هو انت ما تشوفنيش غير ما تقعدي تتعاركي معاي؟ قولي عايزه ايه، كنت جايه عاوزه ايه يا نوال؟ لا يا عمتي اما تبقاش نوال، لازم اول ما تشوفنا تقعد تعرق فين. انا حاطه في بقها عودين ملوخيه وساكته عشان خاطرك، اصلي بحبك من القلب للقلب رسول يا ولاء. عامه يا اختي حسام جه تحت انزلي له كان بيسأل عليكي. طب خلاص بقول لك ايه يا عمتي، انا هروح اشوف حسام عشان كنت عايزاها في حاجه ضروري.
ماشي يا بت روحي وانا جايه وراك اهو. قولي يا نوال كنت عايزه ايه؟ واه قامت على طول زي الجردة. يا بنتي يا نواه، انتي مالك تقوم زي الجردة ولا تقوم زي العرسي؟ اما تخلصي وتشوفي عاوزة ايه. اه والله نسيتوني. صح، انا كنت عايزه حله عشان الحله اللي تحت يعني الجعر بتاعها كده خفيف وخايفه جوزي يتحرق مني. بقول لك ايه يا دعاء؟ نعم يا عمتي. قومي يا بت هاتلها حل وتكون الجعر بتاعها تقيل عشان ما تتلككش وجوزي يتحرق. انا عايزه بقى جوزي يتحرق منك يا نوال. حاضر يا عمتي. حلوة ديت يا نوال ولا اجيب لك الاكبر منها؟ لا يا اختي حلوه تسلم يدك. بالله عليكي يا مرات عمي خلصي هنا تقضيف الملوخيه وانزلي ساعديني شوي. حاضر يا نوال روحي يا بت وانا جايالك. قولي لي يا عمتي، يعني انت كان مخك وين لما اخترتي نوال لحسن؟ والله يا بت انا ما اخترت حاجه، هو اللي صمم عليها وخدها. وبعدين يعني الصراحه كانت هاديه عن دي، انا مش عارفه ليه انقلبت ليه كده. بقول لك ايه يا عمتي، وكانت غلبانة الاول كده؟ ايوه يا بنتي كانت غلبانه، بس الظهر يعني هي اتقلبت القلبه دي من ساعه ما انتي واختك اتجوزتوا مع بعض، بقت بتغير. والله ربنا يهديها يا عمتي، أنا مش عارفة. أنا خايفة في يوم ما تلاقيش حد تجزيه، يعني هتجزي روحها. ماشي يا عمتي، خلينا في تقديف الملوخية. اه والله يا بنتي ربنا يهديه. بقول لك ايه يا بنت يا فاطمه، اللي انا هقول لك عليه دلوقتي تسمعيه بالحرف الواحد. هو ايه يما اللي هسمع؟ مش كفايه يما ما خلتنيش حتى اقعد مع الناس دقيقتين على بعض. يا بنتي يا خايبه ده انا بعمل لك قيمه، وبعدين تقعدي معاهم ليه؟ مش كانوا الاول هنشوف اذا كان هيوافقوا على طلباتنا ولا لا؟ يما هي بيعة وشروة، وبعدين انا قلتلك انا عايزه احمد، انت عارفه من زمان انني رايداه يعني. انت يا بنتي قليلة الحي، انت بتقولي لي ليه كده في وشي؟ وبعدين يا بنتي انا بقول لك بعمل لك قيمه، اسمعي اللي هقول لك عليه. شكلها يما كده ما بتحبش اللي بيعمل لها قيمة. اسكتي يا رحان مش وقتك دلوقتي يما. حاضر يما يا ست الكل. بقول لك ايه يا فاطمه، إيه صفيه جت معاهم النهارده؟ جت يا قلب امك، اصبر بقى خلينا اكمل الحديث مع اختك. نعم يما، أنا سامعاكي ها. أنا دلوقتي طلبت منهم إنهم هيغيروا لنا النظام بتاع الشقة كله، لا الألوان ولا السيراميك ولا طاقة من الحمام كمان. يما حرام والله، ده أحمد بيقول إن هو صارف ومكلف فيه، وأديك ها خالته أم أحمد قالتلك لما نروح ونشوفه لو الحاجة يعني مش عجبتك حابة أطلب من أحمد يغيرها، بس حرام دي مصاريف على الفاضي. ايوه يا ام قلب حنين، عايزه تنصري امه علي، عايزه تمشي كلامها علي. لا يا فاطمه، انا زي ما قلت لك الحاجه دي لازم تتغير، لو الحاجه دي ما اتغيرتش في شقتك ما فيش منها جوازه خالص. بلاها منها الجوازه يما، انت هتخربي علي. وانت يا اختي اديتيني ظهرك ليه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. نعم يما، في حاجه تاني لسه ما خلصتهاش، هي خلاص اساسا الجوازه باظت. يا بنتي يا عبيطي، احمد متعلق بيكي، ولو قلت له يعمل قد كده 10 مرات هيعمله برضه، بس برضه مش همشي كلامنا جاي علي. يما بس هو حرام ليه يعني؟ بدل الحاجة كويسة ليه نكسر السيراميك ونغير النجاشة والمواضيع دي كلها يعني؟ امه يا بنت لازم تفهم وتعرف انني كلمتي ماشي مش كلمتها هي. ماشي ولا الغي الجوازة خالص يا فاطمة؟ أنا لو منك يما ألغي الجوازة خالص، ملهاش لازمة. نفسي تسكتي، انتي ايش دخلك؟ انا بتدخل بين امك واختك؟ ما تقعد يا بنت تهدي. ملكش صالح، شفتي يما ابنك اتدخل ولا متدخلش يما؟ اسكتي على مالكش صالح بوختك. انتي فاهمه يا بنتي يا فاطمه ولا مش فاهمه الكلام اللي قلتلك عليه؟ عشان يعني احمد ما يتكلمكش في التليفون ويضحك عليك بكلمتين، تكوني عارفه انتي هترد عليه وهتقولي له ايه. يا ريت بقى لو عندك كلمتين تحطهم في خشمك وتسكت. ده لو كلمني اصلا يما بعد اللي انتي عملتيه فيه هو وامه. هيكلمك يا اختي، انا عارفه انا بقول لك ايه. احمد هو اللي هيجبر امه ان هي تعمل كل الحاجات دي، بس انت تقلي. ربنا يستر بقى من عنده. وانت يا علاء انا عايزه برضه اتكلم معاك كلمتين. خير يما اتكلمي. دلوقتي هم كمان فتحوني في موضوع صفيه، حداها سنتين في الجامعه عايزه اكملهم، وانا قلت لهم ماشي ووافقت لهم عليه عشان خاطرك يا علاء. ربنا يخليكي ليا يما، انا مش عارفه اقول لك ايه والله. ماشي يا علاء بعد كده ما تكسرليش كلمة، شفت انا بعمل حاجات كتيرة اهوت عشان خاطرك، وكمان قلت لهم مصاريف الجامعة عليهم مش عليني. ليه يمك دي؟
من يعني الحمد لله، ربنا فاتحها علي والورشة عال العال. وبعدين يعني ده هتبقى مرتي، كل يعني سنة هتمد يدها لأبوها وتجيب مصاريف الجامعة. ده يعني كلام يمه. هو ده كان شرطي يا علاء ولا ارجع في كلامي خالص؟ ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله يما، خلاص اللي اتفقت عليه. يلا روح اتوكل بقى، روح على ورشتك. حاضر يما، هتوكل على الله. يا عيني عليا وعليك يا فاطمة، أنا مش عارفة هنخلص من حكم أراؤوش دي ميتة. سامعة يما عمالة يبرطم ازاي؟ بتقول حاجة يا علاء؟ لا يما، أنا بشوف معايا المفاتيح بتاعت الورشة ولا لا. ماشي يا علاء، طلعت معاك المفاتيح يا علاء؟ يلا تسهل بقى. حول ولا قوة إلا بالله. تعرفي يما، بعرف إيه يا بنتي يا ريحان؟ تعرفي يما، ايه كويس ان انتي وافقت لهم على موضوع الجامعة دي. قال يعني كنا نفضل يعني خطبينها سنتين وفاطمة خلاص هتتجوز، احنا عايزينها تيجي هنا عشان تخدم. نصحى يا بت طلعالي، ما هو ده اللي أنا فكرت فيه. قلت يعني نضرب عصفورين بحجر. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، وتفضلي كده معززاني اني واخواتي. إن شاء الله يا ريحانة، عقبال يا أختي ما اتفقلك في جوازتك. في حياتك يما ان شاء الله. أنا مش عارفة البت فاطمة دي اتزجت جوا ليه. اتلاقي دلوقتي الواد أحمد بيكلمها في التلفون. اجري يا بنتي يا ريحانة، شوف أختك بتكلم أحمد في التلفون ولا لا، ولو بتكلم أحمد قول لها تيجي جاري هنيه يتكلموا. هروح يما فريره واجيلك يا غالي. ماشي يا بت خلصي. أما شوف آخرتها معاكوا يا ولاد نجية. انتي عايزة تمشيني أنا على مزاجك؟ أما كنت أفرج عليك البلد كلها يا نجية، وأحصرك على ولادك، ما بقاش أني صفية. ايوه يما، سمعتها بتكلم احمد في التلفون. ماشي يا بت، روحي قولي لها كلام أمك، وخليها كمان تفضل فاتحة السكة مع أحمد وتجيلي. حاضر يما. شوف البيت، لسه بقول لها دلوقتي إن هي تيجي جاري هنيه وتكلم أحمد. دخلت جوا عشان تكلمه.